هكلمكم النهاردة عن شخصية عظيمة من شخصيات مصر القديمة، وهو الفيلسوف والحكيم الكبير بتاع حتب اللي قدام حضراتكم. ده كان وزير في عهد الملك جدكارا، وكان في أواخر القرن الخامس والعشرين قبل الميلاد، وفي بداية القرن الرابع والعشرين. بتاع حتب كان الوزير المسؤول في عهد الملك جدكارا، وكان له كتب شهيرة كتيرة في الفلسفة والحكمة، ومن أشهرها كتاب الأخلاق والسلوك الحسن. وكان ليه الكثير والكثير من النصائح والحكم.